معايا الملازم أول أحمد حمدي من الضباط الملتحين. أهلا وسهلا أحمد بيه. يا اهلا وسهلا استاذ خيري. اهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. حضرتك أنا قريت الخبر وشفت دعم فضيلة الشيخ محمد حسان ومتفهم الفكرة اللي بتطرحوها، لكن هناك رأي آخر سيدي بينقله دلوقتي الأستاذ فهمي هويدي، وبيقول إن مشكلة الأمن هي أكبر، وكل ما نخشاه أن ننشغل في قضية يمكن أن تتم مناقشتها، وما قالش ده وأنا اللي بطرح على حضرتك ده، ويمكن أن يتم الدعوة إليها في إطار حوار داخل الوزارة، ولكن بعد لما نحس بالداخلية، لما الداخلية الناس تطمئن لما فيها. اتفضل يا فندم. بالفعل يا فندم، هو الامر يخص وزاره الداخليه ويخص الاطار الداخلي ليها، وده اللي احنا عملناه بالفعل. قدمنا طلبات للسيد الوزير ولجهات العمل تفيد بان احنا بعد اطلاعنا على قانون الشرطه واطلاعنا على كافه القرارات الوزاريه لم نجد فيها اي قانون او قرار يمنع عضو هيئه الشرطه من اطلاق اللحيه. تمام. واحنا كانت دعوتنا وهدفنا كله ان احنا تطبيق القانون داخل الوزاره، لان احنا كاعضاء هيئه الشرطه لو تم تطبيق القانون فينا واعمال القانون فينا هيتم ايضا تطبيقه على الناس بشكل طبيعي، لان احنا كضباط او افراد هيئه الشرطه تم التعامل فينا من خلال القانون، فبالتالي لن نهدر حق الناس في القانون، وهو ايضا جانب امني. يعني هو جانب امني ايضا بالمقابل ان هو حق لنا مكتسب. انا لا اجد مشكله مطلقا، ولا اجد ابدا ان هو هذا الامر يعني يضر الداخليه في شيء او يقلل من عمل الامن في شيء، انما هو امر قانوني احنا طرحناه من الناحيه القانونيه داخل الوزاره. سياده الملازم نرفع بيه قضيه ان شاء الله بيه، والقضاء هو اللي يحكم فيه وياخد فيه مسلكه باذن الله. سياده الملازم، انا ملازم اول، انا بشتغل في مؤسسه. تمام. في قانون عام وفي لوائح داخليه. تمام. بالظبط يا فندم. فاذا اعتدت لائحه الانضباط داخل مؤسستي التي قد لا يكون هناك نص قانوني يلزمني بذلك، هذه المؤسسه في حاله من الارتباك والفوضى والفساد والاضطراب الكبير، هل علي ان اناقش امر في اللائحه داخلي الان واصر عليه، ام ان يصبح بما لي من مصداقيه وشرف والتزام ديني واخلاقي ان احسن واصلح من حال هذه المؤسسه الان، ثم التفت الى طلب خاص في اللائحه قد لا يكون يتعارض؟ يعني لا احد ينتقص من دينك، لا احد يامرك بعدم الصلاه ولا عدم الصوم ولا ان تفسد ولا ان تزور ولا شيء، فيصبح امرا التزمت به سنوات. هل ترى ان هذا الوقت هو الوقت المناسب لاثاره مثل هذا الحوار في مكان ملتهب الكل يتحدث عن تطهيره وانضباطه وعودته مره اخرى؟ هل الوقت مناسب لده؟ احنا يا فندم بالنسبه لموضوع الوقت، احنا كل القضيه الموضوع بالنسبه لنا داخلي، لكن هو حصل ليه ظهور اعلامي كبير. لكن مش انتوا عملتوا موقع؟ مش انتوا اللي عملتوا موقع؟ هو الاعلام عمل حاجه؟ ما انتوا عملتوا موقع وقلتوا. هو الاعلام اكتسب من الموقع، لكن مش احنا اللي عملنا الشغل الاعلامي. يعني احنا عملنا الموقع لكن مش يعني حضرتك كنت بتعمل موقع ليه؟ مش عشان الناس تشوف وتعلن عن موقفك؟ مجرد قضيه زي اي قضيه احنا بنعرضها كامر داخلي على موقع تواصل اجتماعي كل الناس بتتحدث عنه، لكن ليس المقصود هو اثاره الاعلام علينا او ان احنا نتدخل. هو مش علينا. يقتضي شيء بسيط جدا في حال رفع الطلبات للسيد الوزير، كان يقتضي بسيادته رفع الطلب للشؤون القانونيه وهي ترد. طيب. لكن هو اقول لك، اسمعني بس حضرتك. اتفضل انا سامعك. احنا حضرتك كل القصه لا عطلنا شغلنا في حاجه ولا وقفنا عملنا اي تظاهر في اي شيء. كل القضيه هو امر يخص الشؤون القانونيه في الوزاره، هي كانت تبدي رايها فيه، كانت بالموافقه. هل هناك قانون يمنع؟ لا يوجد قانون يمنع، اذا فالامر لا مانع منه. طيب لا قانون يمنع، اذا نمارس حقنا قانونا نطالب به قانونا. ما احنا اتفقنا ان هناك قانون ولوائح يا سياده الضابط. نعم يا فندم. حضرتك اتفقنا ان هناك قانون ولوائح. طيب اذا كان قرار هذا ما كنا نصبو اليه، لن يظهر لنا الجهاز قانون او لائحه تمنعنا، وبالتالي نكون قد امتثلنا. لكن حتى الان لم نجد قانون ينص صراحه على عدم اطلاق اللحيه، اذا لماذا نمنع منها؟ طيب بالاضافه نجازى عليها. لا يعني حضرتك فهمني. يعني طيب انا هسأل حضرتك سؤالين ممكن يساعدونا في الامر. اتفضل يا فندم. اذا الاداره العليا عندك قالت لك لا انا مش موافق انك تطلق لحيتك، الطبيعي في مثل هذا الامر لرجل قانون
رجل لا، يطبق. بموجب ايه تقول لي امنعها؟ انا عايز اسال عايز اطرح سؤالي بس. هي الاداره، انا احيانا اقبل اشياء بالزام من ادارتي ثم الجا الى الطرق القانونيه بما ان رجل قانون للحصول على حقي. فاذا الاداره قالت لي لا انا مش موافقه على ده دلوقتي وهذا الامر سيصدر فيه قرار، هل انا اعمل امر واقع واقرر ان اطلق لحيتي رغما عنهم لانه ما يستندش الى قانون وهو اللي يلجا للقضاء، ولا عليك انت ان تلجا للقضاء وتستصدر حكم؟ هذا هو السؤال الاول. اما سؤالي الثاني، هو شكل اللحيه هيبقى ايه يا فندم؟ يعني هيبقى كل واحد ليه لحيه؟ يعني الشخص المنتمي سلفيا هيطلق لحيته كما يشاء، الشخص المنتمي اخوانيا هيخليها اقل واصغر، الشخص اللي بين البنين المسيحي الذي يحب ان يطلق لحيته بشكل عشوائي في الشرطه يطلقها، ام ان سيكون هناك لها شكل وهيئه يكون عليها ضابط الشرطه؟ طيب بالنسبه لحضرتك للسؤال الاول، ان هل احنا اللي نرفع قضيه ولا هم اللي يرفعوا قضيه؟ هو الامر كله احنا اللي عملناه بالفعل، تقدمنا لهم بطلبات، كان الرد علينا ما هو ما ينفعش جهه الاداره تكلمك كمسؤول كمرؤوس عندها بما تراه يعني بهواها، لا بما ينص عليه القانون، لان احنا جميعا لا نعمل عند احد وانما نعمل تحت مظله القانون ونطبق القانون. فاحنا دلوقتي بنقول يا جماعه ده قانون، في قانون يمنع ماشي، مفيش قانون لا بأس به، لكن لما جهه الاداره تيجي تقول لا ما عندكمش، لا ما فيش قانون ومش هتعملوها، يبقى ده اسمه ايه يا استاذ خيري؟ اسمه مخالفه للقانون، والذي يخالف القانون مين اللي خالف؟ مين اللي انا اللي لا بص، تعالى نتفق على شيء. انا اناقش امر ليس له علاقه بالشرع خالص. بالظبط. انا لا اتوقف انا بتكلم على نظام عمل. حضرتك من يخالف القانون كظابط بتعمل فيه ايه؟ نعم؟ من يخالف القانون كظابط بتضربه؟ لا طبعا، انا بطبق عليه القانون. حلو قوي، بتطبق عليه القانون توديه فين؟ توديه النيابه. طيب، او القضاء، يعني في النهايه بيروح القضاء. بيروح القضاء عموما. طب لماذا لا ناخذ وقتنا؟ الهدف كله على فكره ليس اعتراضا على اطلاق اللحيه، اللحيه لا بتعوق في شيء وناس كتير مربيه لحاها وناس كتير حلقه لحاها ما يجدي الازمه اطلاقا. حتى لا تصبح مشكله في الداخليه، واحنا مش يعني كل ما نخشاه هي فكره التوقف امام ازمه ليست هي الازمه الرئيسيه الان في الداخليه. ليه ما احنا اين توقفنا نحن كضباط تريد اطلاق لحاها؟ هل هيسعدنا ان كل يوم في قرار نقل؟ بس بعد اذن حضرتك اتفضل. احنا اوقفنا عن العمل لان احنا ارتكبنا جريمه عظيمه جدا وهي المطالبه بحقنا، لكن حضرتك عندك ضباط متهمين في قتل المتظاهرين حتى الان لم يتم ايقافهم عن العمل. تمام. وعندك ضباط متهمين في قضايا مخدرات سواء اتجار او تعاطي حتى الان لم يتم ايقافهم عن العمل. السؤال الان يطرح نفسه، هل قضيه اطلاق اللحيه اعظم خطوره واعظم درجه من قضيه قتل المتظاهرين او اتجار في لا طبعا، او التعاطي؟ لا توجد مقارنه. حتى يتم اتخاذ الجهه الاداريه معانا سلوك من شانه ان هو يخلي الناس تشوفنا ان احنا عاملين عمل مشين، فلذلك يتم ايقافنا لمده شهر باي وجه حق. كم ضابط؟ لو عايز بقى نتكلم بالقانون لا يبقى باي وجه حق الاداره تطبق علينا تعسف قانوني بايقافنا. انا نفسي اعرف الحق لصاحب الحق ولا الحق للمتعسف؟ يعني سيادتك بتنادي بالحق للمتعسف ولا بتنادي للحق لصاحب الحق؟ لا والله انا بنادي بحق المواطنين، ليس لي اي شأن، انا ضد ان اي ضابط يتم ايقافه بمخالفه للقانون، واطالب كل ضابط تم ايقافه بالمخالفه للقانون ان يلجأ للقضاء عشان ياخد حقه ويطالب بتعويض كمان. دلوقتي هم المتعسفين معانا يا استاذ خيري. انا مش معترض، انا ضد التعسف، انا كمان انا رافضه تماما، عايز ضد اي مخالفه للقانون. بالعكس ده انا بطالبك ان تذهب الى القضاء وتطالب بحقك، والقضاء هينصفك وتاخد حقك. ده اللي احنا عملناه فعلا بدون خيري. نعم. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا دلوقتي لو رحنا للقضاء قلنا له يا قضاء احنا محتاجين قانون، محتاجين من سيادتك حكم باللحيه، تمام؟ هيقول لي كقضاء ايه اللي يمنع عندك؟ نعم. هقول له لا اجد قانون يمنع عندي، اذا هقول لي لا محل لرفع الدعوه. لا، هتقول له عندي قرار ايقاف اهو، انت مش بتقول في ضباط تم ايقافهم. انا دلوقتي مارست حقي ومنعت منه، يبقى انا عندي سند قانوني اقدر ارفع بيه قضيه ومارس بيه حقي. طبعا كل ضابط نقل من مكانه
اتفضل. كل ضابط نقل من مكانه او تم ايقافه بغير حق عليه ان يلجأ للقضاء ويستصدر حكم. يا استاذ خير، لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي 12 ضابط اوقف. قلت اسماء بعضهم دلوقتي. اوقف بدون وجه، والله بدون وجه حق. نحن يا اخوانا لا نطالب بثارة فوضى، والله لن نريد الاعلام اصلا، ولا نريد الظهور على الاعلام نهائي، ولا هو شو اعلامي زي ما الناس بتتخيل. احمد بيه، ولا احنا ننتمي لاي طائفه ولا لاي حزب، لكن احنا نطالب بحقنا وباي حق تجازيني بغير نص قانوني. ده اللي المفروض حضرتك تقف جنبنا فيه. يا من تطبق القانون، وانا بحترم القانون جدا. ما قلتليش اقسمت عليه في تخرجي. شكل اللحيه هيبقى ايه؟ شكل اللحيه هيبقى ايه ده بقى؟ دي تقنن. لما يجي بقى يدونا حكم محكمه فيها تقنن. دي بقى مش قصتي انا، مش بتاعتي انا هرفع للقضاء واقول له يا قضاء انا محتاجك في ان انت تقرر لي الامر ده. حلو. هو هيقرره بضوابطه بقى. هو ده اللي انا عايز اوصل معاك، يعني المساله محتاجه تقنين، محتاجه شكل، محتاجه ضوابط. اذا ما نبتديش بيها لحد ما نقدر نقننها، يعني ما اعملش هذا الصدام. برضه احنا رجعنا لنفس النقطه، ان انا مش هينفع ارفع بيها قضيه غير لما يتم ايذائي. يعني انت كنت قاصد هذا عشان تصل للقضاء؟ لا مش قاصد، انا مارست حقي فتم ايذائي فبعترض لحق. ما انت قلت لي ان هذا الحق غير مقنن ومحتاج ضوابط. ما هو دلوقتي الحق دلوقتي مطلق. الاصل في الامور يا استاذ خيري. نعم. الاصل في الامور ايه؟ الاباحه. نعم. ما لم يجد نص يعارض ذلك بس. يعني يبقى اذا احنا كلنا ماشيين في اطار الاباحه. مش الاباحه قصدي بها للشيء السافر والعياذ بالله، لا، انه امر مباح. اذا ادام وجد نص يمنع اباحه هذا الامر، اذا وجب علينا الامتثال للنص. لم يوجد نص يمنع اباحه هذا الامر، اذا هو امر مباح لاي حد ان هو يعمله. بس مش معنى ان احنا قعدنا طول الفتره من فتره، يعني من ساعه ما سمعنا عن الشرطه ما فيش لحيه، مش معنى ان هو تعليمات مجرد تعليمات لفظيه اذا هو نمتثل ليها. لا، الذي يحكمني ويحكم مديري ويحكم وزيري هو القانون. تمام. والسيد وزير الداخليه السابق منصور عطوة عرض عليه هذا الامر وقال انا ليس لي دخل به، انما هذا الامر متعلق بالقانون، هو الذي يحكم به. قال كلمته، قال نعم فلا باس عندي، قال لا فالامر اطبقه. هو ده اللي احنا بنطلبه، نطلب الامتثال للقانون وفي اسرع وقت حتى لا يتم الاضرار بايقافنا. ادي هو كل مثال، دي المشكله. واحنا بنقبل يا استاذ خيري ان حضرتك عرضت استفتاء. حصل وقلت النتيجه. قلتها يعني، بس جزاكم الله خير. وجدت النتيجه ايه يا استاذ خيري؟ الاغلبيه بتؤيد اطلاق اللحيه. ليه يا استاذ خيري؟ لان هي دي الفطره وده الحق اللي الناس كلها تتكلم به. هذا حقي لا تمنعني منه حتى استطيع ان اطبق الحقوق. والله لم يحدث مره هو الحديث عن حرمانك من حقك، ولكن كنت بتكلم عن الاولويه، فقه الاولويات. الاولويه نحن لم نعطل وزاره الداخليه بشيء، بس يعني مش تعطيل. فكره هذا الجدل، هذا الاستنزاف، هذا الانقسام داخل الداخليه وهي منهاره. احنا لم نثير الجدل في المساله، ده شان الاعلام. شان الاعلام يعني الاعلام اخذوا مجموعه تناولت الامر بالسخريه. سيدي طالما عملت انا لازم انقل، طالما في فعل انا لازم انقله، مش انت اللي عامل الفعل. ما تطالبنيش ان انت تعمل فعل وانا اتجاهله. تنقله بطريقه موضوعيه وفي احد اخر ممكن ينقله بطريقه هجوميه. بس ادي كل الاثار البلبله، ان احدهم اثار الامر بطريقه يعني ازاي تعملوا كده واحنا مش فاضيين للموضوع دوت. احنا ما عملناش حاجه، احنا ما قطعناش طريق الوزاره، ما رحناش وقفنا قدام الوزاره وقلنا يا وزاره احنا مش هنشتغل غير لما تدونا حقنا. ده احنا واحنا في سبيل المسار عملنا، قدمنا مذكره تتكلم بهذا الامر. يعني حتى ما سيبناهاش كده وقلنا لهم اجروا ورانا انتوا وتعالوا حاسبونا، لا، ده احنا تبعنا الطرق القانونيه، قدمنا مذكرات لجهات عملنا وقلنا فيها الكلام ده. سيادة الملازم أول أحمد، أنا أتمنى أن يكون الحوار بينكم في وزارة الداخلية وقبل الوصول إلى القضاء. أعتقد أنه يمكن الوصول إلى صيغة وتفاهم ومنح فرصة لدراسة الأمر وتعديل ذلك في لائحة داخلية تحدد الشكل والهيكل والهيئة وكل شيء بدون ما نخرج بهذه الأزمة. أنا هحترم جدا اللي طالب بيه الأستاذ فهمي هويدي وقال تفاهات وسخافات. أنا هتوقف عن مناقشة هذا الموضوع، هذه آخر مرة سأناقش هذا الموضوع في هذا المكان. أتمنى ألا يتفاعل أكثر من ذلك. أثق في أن الإخوة اللي عايزين يربوا دقونهم حسن النية تماما،
وأثق أن وزارة الداخلية تخشى من هذا الأمر. الأمر يحتاج إلى دراسة. الأهم من ذلك هو عودة الأمن قبل وبعد اللعب.